أولا يا أخوان، أنا أحمد الله أنه وفقني واتخذت القرار وجيت قضيت عيد هنا في المغرب. أنا الآن تذكرت كلام بعض الإخوة الذي قالوا لي: يا أخ سعد، أنت ارتكبت خطأ فادح في حياتك كلها، أنك جئت وقضيت العيد في المغرب. كذا قالوا لي بعض المغاربة، بل أن بعضهم حذرني قبل أن آتي، قال لي: لا تأتي، صدقني لا ينبغي أنك تقضي العيد في المغرب. قلت لهم: ليش؟ قالوا: لأنك لا يمكن أن تتذوق عيد آخر غير عيد المغرب إذا قضيته في المغرب. والله وصلت كلامهم وأنا الآن فعلا في مأزق نفسي. كيف يمكن أن أعيش عيد غير مغربي بعد أن رأيت العيد المغربي؟ كيف؟ الآن أرجع بريطانيا مثلا ولا أروح أي دولة أخرى وأعيش عيد مثل الأعياد الذي كم عمري أنا الآن؟ كم عمري؟ 50 سنة، قضيت 100 عيد. 100 عيد، يعني إذا ذكرنا عيد أضحى وعيد فطر، 50 عيد أضحى و50 عيد فطر من يوم ولدت. هذا العيد 2023 لا يوجد له مثيل أبدا، ومن عاش طقوس العيد وأجواء العيد في المغرب هو يعلم ماذا أقصد. فأنا الآن فعلا في مأزق. الآن ليس لدي خيار إلا أن يبقى في هذا البلد، علشان أو أكون عندي فكرة الآن قاعد أفكر هكذا، سندرسها مع الأهل، إنه 20 رمضان أو 25 رمضان نجي نقضي 5 أيام من رمضان هنا، وعيد الفطر ثم نبقى إلى عيد الأضحى ونكمل عيد الأضحى ونرجع بريطانيا، أو نسكن في هذا البلاد. ما عاد يا أخي، عاد مع الإنسان في هذا العيشة يا أخي، لا يعيش هذا الأجواء الجميلة ويقابل هؤلاء الناس وهذا الطيبة وهذا الحفاوة وهذا النقاء وهذا الرقي الإنساني. يا أخواني والله ما هي سهلة أنك تجد أناس ما زالوا على إنسانيتهم لم يلوثها شيء، ما زالوا على الفطرة، ما زالوا على النقاء، صفاء الروح، نقاء السريرة، يعني قلوب كبيرة ما عاد تلقاهاش يا أخي. مع احترامي لكل الشعوب والله العظيم، أنا أعتقد الشعب العماني يشبه شوية الشعب المغربي، لكن هنا تلاقي ناس يا أخي وتقضي أوقات مع ناس وفعاليات لا يمكن أن تراها إلا في كوكب المغرب. أنا أسمي هذا البلد كوكب يا جماعة، كوكب استغناء، ظاهرة اسمها المغرب، ولا حاجة تشبه أحد فيهم، ما حد يشبههم، عالم لوحدهم، عالم كوكب المغرب. أنا سأسميه كوكب. أنا لا أسميه بلدا وإنما أسميه كوكب. أنا والله أخواني الكرام أن الحديث ذو شجون، يعني إذا عبرت عن كل لقطة، عن كل موقف، عن كل يعني ماذا أقول، عن كل خطوة من خطوات تواجدي هنا من أول يوم وصلت إلى هذه اللحظة وأنا أكلمكم الآن، والله ما أدري 3 أيام العيد، 4 أيام العيد، أعتقد 4 أيام العيد، والله ما لي علم. حاجة فوق طاقتي البلاغية وفوق فكري وفوق قدراتي الكلامية. أنا بصراحة يعني حقيقة ما أستطيع أني أعبر، ولا أستطيع أني أشكر، ولا أستطيع أني مثلا أوصل لكم حقيقة ما أنا أشعر به وأنا هنا في العيد في المغرب. ما أقدرش، والله ما أقدر، لكن أوكلها إلى الله وإلى ملامح وجهي. إذا استطعتم أنتم أن تدركوا من نبرة صوتي، من ملامح وجهي، من عجزي الكامل وأنا أمامكم لا أستطيع أن أعبر، ربما تفهموها بطريقتكم، أما كلام ما أنا مو ملاقي كلام أبدا. فكرة العيد طرحت بعد أن فاتني عيد الفطر، وكان المفترض أني أكون في عيد الفطر هنا. سبحان الله، أنا كنت أخاف أن الله سبحانه وتعالى بيعرقل لي المسيرة هذه أني آجي إلى العيد، لأنه كنت قد حجزت في 25 رمضان على أساس أجي أقعد 5 أيام هنا أقضيها في الحسن الثاني، نصلي صلاة القيام والتراويح، وأقضي صلاة عيد الفطر وأعود. تعرض أخي للحادث الذي أنتم سمعتم به وألغيت الرحلة. وعيد الفطر سبحان الله جاءت ورحت وحجزت وكل شيء، وأنا رايح المطار يوم الجمعة، الطائرة اللي طارت مني الطريق كانت مقطوعة من ناحية، الطريق الطويل، الأوتوروت تقولوا أنتم، الأوتوروت الموتر واي مغلق، الدخلة إلى المطار مغلقة، فبالتالي لابد أن نلف لفة كبيرة إلى أن نجد مخرج، بالإضافة إلى أنه كانت زحمة وبطء شديد في مسألة الإجراءات. يعني تجمعت عدة عوامل طارت مني الطيارة. طبعا كثير من المرضى والذين زادهم الله مرضا أولوها قالوا هذا كذاب ودخل المطار. هذه الرواية والحكاية التي قالها لي بعض الإخوة، قالوا يا أخي أنت كذاب، أنت ما طارت عليك الطيارة.
يا جماعه والله طارت، اقسم لكم بالله جريت جري علشان قال لا 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 انت خلاص انت ممنوع، المخابرات المغربيه قالت لك لا تاتي، والشرطه البريطانيه منعتك ورجعوك من الطائره. من هذه الحكاوي التي انا كنت اضحك منها والله العظيم، اضحك عندما يقول لي بعض الاخوه. الى ان اراد الله سبحانه وتعالى وحجزنا تذكره اخرى، والله حتى التذاكر تذكره عيد الفطر وتذكره عيد الاضحى حق يوم الطائرات هذا اللي راحين مني فلوس، هذه $500 ولا $1000 طارت مني في الهواء، ما رجعت، انه حجزت، ما ليست خطأهم ولا خطأ الشركة ولا خطأ المطار. قررنا وقلنا يا عالم، يا ناس، يا أهل المغرب حكومة وشعبا وكلكم، كل شرائح المجتمع المغربي، إنني قادم إليكم. فتوالت العروض، توالت لي عروض أنه أنا هدفي في هذا العيد أنه أعيش الجو العيد المغربي كما هو. أنا قيل لي أن هناك تقاليد لا يمكن أن تراها إلا في المجتمع المغربي، ولا يمكن أنك ترى هذه الأجواء إلا في المجتمع المغربي. فكانت الفكرة مرخرخة في راسي، عزمت الموضوع وتوكلت على الله. فعندما أنا أعلنت عن هذا الكلام جاءتني عروض من إخوة كثيرة جدا والله، وأنا هنا أشكرهم كلهم. كل واحد قال لي خليها عليا، كلهم قالوا لي خليها عليا. منهم من قال أنا أعطيك البيت وأعطيك الحولي وأعطيك الجزار يجي يذبح لك وأنت صور براحتك وشوف، ونجيب لك عيال يعيشوا معاك وكذا. وهكذا واحد في أكادير، واحد في كازا، وفي الرباط. تقريبا ما في مدينة إلا وأخ من الإخوة المغاربة أو أسرة من الأسر المغربية يقولوا لي تعال عندنا ونحن نهيئ لك الجو. لكن أنا كان في راسي فكرة والحمد لله نفذتها تنفيذ حرفي، وكانت ناجحة كالعادة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبأنني داير النية وماشي عفويا، يعني ما ليس لي غرض وليس لي أي هدف آخر. أنا كنت أريد أن أذهب إلى أسرة مغربية من يعني عادية، أريد أن أدخل حي مغربي إذا جاز التعبير مع احترامي لكل سكان تلك الأحياء التي لا ينبغي أن نقول أنها أحياء فقيرة، قسما بالله أنهم أغنياء، أغنى من أصحاب الفلل. وأنا سأشرح لكم العامل النفسي الذي رأيته في ذلك الحي الذي نزلت فيه في الدار البيضاء. يعني كان هدفي أنه يا أخ أسعد أو يا أسعد، أنت لابد أن تعيش مع أسرة مغربية عادية جدا، عادية ما فيهاش أي لا تحظى بأي امتيازات اجتماعية أو أي شيء. كان هذا الأسرة أسرة سلامات بوشعيب سلامات، كنا على تواصل وهم المتابعين، عيالهم كانوا يتواصلوا معي وقالوا يا أخي سعد شوف حينا حي متواضع اسمه حي مولاي رشيد، وحي معروف عند المغاربة أنه حي عادي، يعني يعتبر حق الناس العاديين المغاربة اللي ما العادي، الإنسان المغربي العادي البسيط الذي ربما يصنفونه فقراء. تيجي عندنا قلت تم يلا سير، بس لا تقول للوالد ولا للوالدة، خلوهم كذا نقول لهم قبل بليلة. ليلة العيد رحت للحي، فعلا الحي قديم وحسيت بخطورة حقيقة، يعني عشوائيات وشباب كثير وفوضى وحركة نبض، يعني حي فعلا كذا تحس انك في حي بعيد عن المدنية تماما. رحنا قعدنا مع العائلة وأكلنا دلاح وسلمنا على الحولي، وقلت لهم بأنه أنا شوية أعطيكم حاجات أنه لابد أن تفهموها أنتم كأسرة مغربية. أنا سأدخل وسطكم كأنني واحد منكم، وأخذت منهم عهود ومواثيق أنهم لا يضيفوا أي شيء لأنني قادم، لا تغيروا شيء ولا تضيفوا شيء ولا تشتروا شيء ولا تعملوا ولا تديروا أي حاجة، اعتبروني مو موجود أو اعتبروني واحد عشت معكم منذ 20 سنة. اتفقنا هكذا ليلة العيد، وسلمت على أبو شعيب والوالدة أم يونس وأبو يونس ويونس وبقية أفراد العائلة. في ناس ظهروا في الصورة وفي ناس ما ظهروا في الصورة، على أنه يا جماعة انتبهوا تديروا أي شيء فيه تكلف. أنا حرصت حرص شديد وقلت لهم هذا الشيء، قلت أي حاجة فيها تكلف أنا سأرفض الفكرة، لا تخربوا لي الفكرة اللي في راسي. وضحتها لهم. أسرة واعية راقية متعلمين فاهمين، وخصوصا الشاب يونس، شفتوا يونس عسل والله، من خيرة شباب المغرب، فيه حياء وفيه خجل وفيه ثقافة
الله على يونس ونعم التربية الذي رباه أبو يونس وأم يونس والله العظيم. فاتفقنا على هذا الكلام. أيضا نبهتهم أنه ربما ينالكم من السب، ربما يأتي لكم شوية مرضى مغاربة يعني يسبوكم أو يقدحوا فيكم أو يأخذوا صوركم أو يعملوا كذا، ربما تتعرضوا. هناك ناس بلا تربية، هناك ناس بلا أخلاق. وضربت لهم مثال بأم مهدي، قلت شوفوا هذا المرأة وهذا أبو مهدي وأم مهدي وآل مهدي هذولا حتى يعني استضافوني عندهم ونالهم ما نالهم، ربما يحصل لكم نفس الشيء، ربما يحصل شيء. لا في مغاربة يسبون في للأسف الشديد للأسف الشديد فيه. أعطيتهم كل الاحتياطات وكل الأمور، قلت لهم أنا سأصور وسأنزل هذا الكلام في اليوتيوب، وافقوا كلهم. رحت الفندق ولا جاني النوم، رحت فندق نمت فيه وقالوا لي لازم تقوم الصبح بدري علشان تلحق الصلاة في مسجد الحسن الثاني. من كثر ما أنا مشغول بالصلاة وبالحول وبالعيد ما نمت ولا نمت نهائيا ولا حتى غمضت حتى كذا غمضة. قعدت أنتر والعب الساعة 3 الساعة 4 الساعة 5 صحيت قمت حلقت لبست مشيت. خرجت من الفندق الساعة تقريبا 5:30 وقلت ولا لقيت أحد في المدينة، وحتى ما حد فاضيلي أصلا. كان صباحية يوم العيد، من هو هذا اللي فاضيلي؟ كل الناس مشغولين بأسرهم وبصلاة العيد وبالحول وبهذه الأمور. فقلت أنا سأعتمد على نفسي، لن أحرج أحد حقيقة، لأنه الوضع استثنائي وعيد أضحى، والأضحى عند المغاربة شيء كبير جدا. قلت والله بدبر نفسي، أدبر راسي وخلاص. الأخ اللي كان معنا في الاستقبال في الفندق قلت له يا أخي مسجد الحسن الثاني من أين أمشي له؟ والله طلع جي هناك وقعدت تضرب يا ساعة مشي، والمدينة خاوية كأنها مدينة أطلال. الساعة 5:30 قعدت أكبر لوحدي والصدى يرجع، الصدى من الشيء الله أكبر الله وحدي زي المجنون. لقيت بعض الناس نايمين في الشارع ومجانين وهذا، ومشيت ساعة. لقيت واحد قلت يا أخي وين مسجد الحسن الثاني؟ قال ليش أنت ماشي هنا؟ هو هناك. قلت يا رب الآن لو أرجع محتاج لي ساعة وساعة ثانية لما أوصل. أتلفت الحمد لله، مر تاكسي، السلام عليكم. وعليكم السلام. وين رايحين؟ قالوا الحسن الثاني. قلنا معاكم، يلا سير. ويطلع لك صاحب سائق التاكسي راح يصلي، ما هو قاعد يشتغل. حتى لما جيت أدفع له كنت أريد أدفع على اللي في السيارة كلهم، قلت له لا تطلع حد ولا تنزل حد، بس كلنا يلا الحسن الثاني نروح نصلي. قلت بدفع له كل الأجرة، أنا بدفعها له كاملة. طلع أكرم منا كلنا. السائق قال يا أخي عيد عواشر مبارك، عيد مبارك يا أخي، سير. والحمد لله وصلت في الوقت المناسب، بل وصلت مبكرا. وصلت الساعة تقريبا الساعة 6:30 7 في هذا الحدود. أنا خرجت الساعة 5 من الفندق، الساعة 5 نعم، ما أذكرش الوقت بالضبط لكن مشيت مسافة طويلة. وصلينا العيد وسلمنا على الإخوة والأحباب، وكانت الأجواء كما رأيتموها أنتم في التغطية. وأخذت بعدين تاكسي آخر، وبصعوبة بالغة لقيت تاكسي بعد الصلاة. كل الناس خارجين من الحسن الثاني مثل السيل، هذا الاتجاه سيل طوفان بشري. أنا الحمد لله ربي أنا أدير النية هكذا على طول. كثير قالوا لي نوصله، قلت لا أنا عارف لما يوصلني هو رايح يذبح على طول بعد الصلاة يذبحوا. ما حد فاضيلي أصلا، ما حد فاضيلي، وأنا ما حبيت أربط حاجة. بس أبو يونس وأم يونس وعائلة سلامات، عائلة بوشعيب، قالوا لي ما راح نذبح لما توصل، ما يهمك أنت خذ راحتك، الدنيا هانية، سننتظرك إلى أن تعود. جاء تاكسي، مشينا على طول، وصلنا على هذا الأسرة الجميلة يا جماعة، أسرة بوشعيب. منتهى الرقي الإنساني، على الفطرة، على ما الله خلق البشر. ناس في منتهى النقاء والصفاء الروحي، في منتهى النظافة، في منتهى الطيبة. لا ايش اقول يعني والله لو تعيشوا الجو الذي عشت انا مع هذه الاسره البسيطه. بيتهم كذا صغير، بيت صغير جدا يعني، ما انتم شفتوا. وعندهم حولي يعني انا ذهبت من افقر احياء المغرب. ليش انا اخترت هذا الحي؟ لانه عندما انا عملت جوله في المغرب، قال لي بعض المغرضين وبعض الحاقدين الذي اعتبروني انا اروج للسياحه المغربيه، وانا لا اروج، والله ما اروج. انا اروج لراسي. انا اعيش مزاجي، انا اعيش الجو، انا احب اسجل هذه اللحظات. والله ما همي سياحه مغربيه ولا همي مثلا. هكذا يفكروا. قالوا انت لما روح هذيك الفتره كان هناك امور رسميه والحكومه استقبلتك ودوك الاماكن التي هم يريدوها، ودوك الاماكن الراقيه والاماكن النظيفه. قلت لهم ذكرت هذا. فذهبت الى واحد من افقر واخطر ومن افقر الاحياء في كازا
في الدار البيضاء وفي المغرب كامل، من أفقر الأحياء. فقر ربما يكون مادي، لكن غنى نفسي، غنى معنوي. والله يا جماعة إني لقيت انسجام أسري في هذه الأسرة. قعدت أتأمل بس، أشوف الأب وهو يكلم زوجته، وأشوف الزوجة وهي ترد على زوجها، وأشوف البنت ويتكلم أخوها، والأخ يكلم أخته، والأخت والابن يكلم والديه، وأنا أتفرج. دفء أسري وترابط أسري وحنان أسري بين هذه الأسرة، لدرجة أني شعرت أنه هذا البيت قصر. قسما بالله أنه كان داخلي شعور يا جماعة من الحب ومن الانسجام. وأنا أرى طبيعة الإنسان المغربي، طبيعة ما شيء اسمه أسرة، بيت. خلوا البيت ليس الجدران، البيت ليس الجدران. كم في بيوت عامرة كبيرة وكل واحد عنده غرفة، لكن القلوب صغيرة ضيقة، ما في دفء أسري، ما في عاطفة أسرية، ما في ما أنا داري كيف أشرح لكم الجو الذي رأيته في ذلك البيت، لدرجة أن أنا في فيلا، في قصر كبير بالرضا. الناس عايشين هذيك الأسرة، ما معبرين مسألة بيت أو صغير أو كذا أو حالتنا المادية. لا، قلوبهم كبيرة وقلوبهم متصلة، هذا يحضن الثاني وهذا يبوس الآخر ويضحكوا كأنهم أصدقاء. والله الزوج والزوجة والابن والبنت والبنات والعيال كلهم كأنهم أصدقاء وليسوا عائلة. حاجة يا إخواني فوق أن الإنسان بصراحة يشرحها. والله لو قعدت أتكلم لكم عن أسرة بوشعيب، هذا بوشعيب سلامات في سيدي مولاي الرشيد، هذا الحي الذي في الدار البيضاء، أنا ما أستطيع أنه مثلا أفيهم حقهم، أو أنني أضع يدي على البعد الروحي والبعد الإنساني والبعد الأسري والعائلي الذي رأيته في هذه الأسرة، من اتساع قلوبهم وتقبلهم للآخر، كأن بيتهم هذا قصر بين القصور، مرتاحين، نفسياتهم مرتاحة، مستانسة، مرتاحين. والله في ناس في قصور قسم بالله عايشين ضيق وعايشين هم وعايشين غم، والأب ما يكلم ابنه، والابن زعلان من أمه، والبنت زعلانة من أبوها، حالة من قصور. وهذا بيت صغير ولا أروع. شفتوا أنتم كل الأحداث التي رأيتموها وعشتها معهم، حتى هم الحمد لله أثنوا علي خيرا، قالوا لي والله أنت فيك موهبة عجيبة وهذه أيضا نعمة من الله. قالوا حتى أنت ما خليتنا نشعر أنك غريب، والله كأنك واحد مننا. دخلت يا جماعة، تنقلت في البيت بشكل هات جاري جار سلموا على جاري، سلموا جاري أبو مهدي. تحياتي الله يحفظكم. يلا كمل، الله يبارك لك. يلا تمام. لحظة يا شباب، لحظة خلوني أشرب. شوفوا أبو مهدي هذا، بس شوفوا. لحظة أنا ما أريد حاجة تخدش عليكم إلا الخلفية روعة. دقيقة. أيوة، أنا قالوا لي الجماعة لحظة. أيوة، أنا ما أريد أي حاجة تعكر عليكم إلا الشعار واضح يا جماعة. قولوا لي الشعار واضح. الشعار واضح. الشعار واضح. قولوا لي نعم. خلاص تمام. قال لي بوشعيب الحمد لله أنا صادقتهم كأني واحد من العائلة. ما وأنا عندي هذا الحمد لله مرن أحتك. أنا ممكن أقابل علية القوم وأقابل الناس العاديين. ما أنا أذاك أسعد الشرعي الذي يعني يعيش مع الناس كما هم. دخلت معهم، والله كأني ولدت في هذا البيت، كأني عايش أنا في هذا البيت، وكأني عايش معهم من قبل 20 سنة. ما حسوا خلاص، وقاعد اتنقل من الغرفه هذه للغرفه هذه، واتدلع يا ولد يلا وين الحول. انا حاول تذبح، ما فيش، ما قدرت اذبح الحولي هذا، ما قدرت. لكن عشت معهم وسلخت معهم عشت التفاصيل كامله، ولفينا البلفاف وعملنا البلفاف وطلع الدخان واصابني الرب
وملابسي تلطخت دم، والجزمة حقي جديدة راحت كلها دم، قلت تحبل بحمار والله العظيم لو حتى أعور. المهم لازم أعيش العيد بتفاصيله مع أسرة مغربية طبيعية، لا لوثها تقدم، ولا لوثها فقر، ولا لوثها عادات وتقاليد خاطئة، ولا لوثها ترهيب ولا ترغيب. الإنسان المغربي الطبيعي. عشت مع المغاربة الحقيقيين بعيدا عن أي جانب رسمي أو أي جانب أكاديمي أو أي جانب من هذا اللي فيه رسميات وتكلف. لا، هذا الرحلة كانت طابعها مختلف تماما. والله مرتاح راحة نفسية، والله مرتاح راحة نفسية، وما سخيت بيوم. والله لما خرجت من عند يعني الغصة مسكتني، كأني هذا الأسرة أنا عايش معها سنين والآن سأفارقها، رغم أني كم من الساعة تقريبا 9 صباحا للساعة 10 ساعات قعدت معهم، 10 ساعات في البيت، 10 ساعات قعدت معهم، 10 ساعات ذبحنا وسلخنا وشوطنا الراس، وخرجت عملت لفة في الشارع هذاك في الحي هذا كله، حي قديم فعلا، حي قديم، كلهم قاعدين يحرقوا الرؤوس والناس والجيل. لفت نظري حاجة مهمة، حاجة مهمة جدا جدا جدا. ونحن جالسين مع أسرة بوشعيب سلامات في هذا الحي، لفت نظري إنه كل شوية يجوا جيران، طق طق طق، وإحنا قاعدين الباب يندق، يعرفوا حتى يعرفوا من الذي يدق، عارفين من هو الذي يدق في هذه اللحظة. تقول الأم لبنتها افتحي الفلانة المراكشية مثلا، يفتح تلاقيها المراكشية فعلا، عارفين حتى من هو الذي يدق في هذاك اللحظة، متعودين على الزيارات وعلى التكافل الأسري. وبعدين جو مجموعة 2 شباب راحوا مع أبو شعيب، ذبحوا خروف أبو شعيب، وبعدها أخذوا أبو شعيب وراحوا ذبحوا خروفهم هم، وبعدها خروف الأخ الثالث، وهكذا. يقول لي أبو شعيب قال زمان لما كان بصحته كان يذبح 10-15 خروف للناس للجيران، تكافل اجتماعي عجيب. بعدها لاحظت حاجة غريبة يعني أقول لكم ما أقدر أفسرها. البلفاف، شفتوا البلفاف بعد ما يخلصوا البلفاف الناس كلهم عندهم بلفاف، والناس كلهم ذبحوا أضحية، لكن تلقى كان يدق الباب الأم الجارة ترسل ابنها الصغير بمجموعة من البلفاف لأسرة بوشعيب، وهم عارفين إنه بوشعيب ذبح، هو ذبح، ايش يقول لك عشان تذوقوا ديالنا، واحنا ولا بوشعيب يعطوا له هذولك بلفاف. الله يا جماعة قلت لهم ليش يعطوكم بلفاف؟ هم عارفين انه عندكم بلفاف وانتم كل الناس عندهم بلفاف وعندهم ضحايا. قال لا في نوع من انواع الترابط الاسري او الترابط الاجتماعي، هم يعرفون بس يقول لهم ذوقوا ديالنا واحنا نذوق ديالكم. يا ربي لا انسى، يا الله لا انسى. انا كنت مسجل نقاط اقولها لكم يعني وانا اعيش في تلك اللحظات. عشناها واكلنا البلفاف، ولا نسيت هذيك حق الاحشام مدري ايش اسمها هذيك في 3 حاجات اكلتهن انا، بلفاف وحاجات ام يونس كذا قالتهن قلي ما ادري احشاء هذيك حق الخروف، والتغليه تقليه او تقليه ما ادري ايش اسمها هذيك كله. كان بقي الراس المفروض يجي في اليوم التالي ناكل الراس مع الكسكسو، وقالوا يجيبوا لي الفخذ معاهم، قلت لا جزاكم الله خير. وبعد أن حان وقت المغادرة، بعد أن قضينا يوم نهار كامل تقريبا 10 ساعات وأنا قاضيها عندهم في الليل، ودعتهم وفي القلب غصة والله يا جماعة، ولا دريت كيف أشكر هذه العائلة، ولا استطعت كيف أفسر. يعني كأنك أمام ملائكة، كأنك أمام ناس من نوعية خاصة، كأنك أمام قلوب عدي نظيفة، كأنك أمام منتهى الرقي الإنساني، عايشين كأنهم ملوك رغم أنهم في بيت قصير ضيق، ويصنفوا ربما يصنفوا فقراء في المغرب. ونقلت لمن يراني في المشرق، في الجزائر تحديدا، في المغرب تحديدا، العيد في واحد من أفقر وأقدم وأخطر الأحياء السكنية داخل الدار البيضاء. ما نقلته لكم هذه حق أسرة عادية تحت العادية، فكيف بالإنسان بالمغاربة الآخرين؟ العيد عندهم شيء مقدس، يذبح يعني الذي مسكين ما يلاقيش الأضحية شيء صعب عنده المغربي الذي ما عنده الأضحية. وفي ناس ربما ما يمتلكوا قيمة الأضحية، لكن تكلمني أم يونس تقول من ضمن التكافل الاجتماعي إنه إحنا نعرف إنه في الحارة فلانة
أرملة أو مطلقة أو معولة عندها عيال كثير ما تقدر تشتري خروف، فتقوم أم يونس أو واحدة من نسوان الحارة بتجميع قطة، يعني كل واحد يجيب حاجة إلى أن يجمعوا لها قيمتها حولي من الصغار أبو 2000 درهم أو أبو 1500 درهم، لأنه بصراحة الحوليات غالية لأنه موسم غالية. الكبير هذاك اللي الصردي هذاك ب5000، 5500، 5200، 5300، يعني ما يعادل $500. ما تستطيع أي أسرة تشتري. لكن مسألة الأضحية أمر ضخم، أمر كبير، أمر مقدس جدا عند الإنسان المغربي، والذي يريد أن يدخل سرور إلى قلب مغربي فقط ينتظر ليلة العيد أو قبل العيد بيومين ويروح إلى أسرة ما عندها أضحية يعطيها الأضحية، أقسم بالله ستدخل إلى قلبهم سرور ما بعده سرور. ما زالوا متمسكين بهذه الطقوس وبهذه العادات العيدية، تشعر بمعنى عيد، تشعر بمعنى عيد. أنا معيد 100 عيد في حياتي كلها، 100 عيد أضحى وفطر مع بعض. أول مرة أعيش العيد بطقوسه وبأضحيته والذبح والسلخ والراس والأحشاء وعيد وتكبيرات والله ووجوههم باسمة وناس مبتسمة وناس يستقبلوك وناس يجوعون. تحياتي للأخ الحبيب أبو شعيب اللي هو أبو يونس وأم يونس ويونس والأخوات الكريمات اللي كانين معنا والأسرة كاملة وجيرانهم الطيبين. في جيران بعدين شافوا المقطع، بعدين اتصلوا بي عائلة أبو شعيب يقولوا لي الجيران بعد ما شافوا المقطع قال لامونا كيف الرجال هذا يجي عندنا لا الحي ولا تنادونا ولا تقولونا. قلت لو زدتوا جمعتوا لي الجيران كنا عملنا لمة على أعلى مستوى وعلى على مستوى عالي بكل العفوية. شوفوا يا أخواني والله لن أتكلف في شيء، أنا عشت طبيعتي، ما والله طلع المحتوى جيد طلع جيد، ما طلع جيد طز في أمه. أنا افتح لكم الله فصور أعمال هكذا حاجات وأصور والتوفيق من رب العالمين. والله ما خططت لشيء ولا رتبت لشيء، لا رتبت التاكسي ولا من الذي سيذهب بي ولا مسألة السكن داخل كذا ولا حاجة، كله كان عفوي ومشينا وسرنا والحمد لله. وربك يعني وفق توفيق كبير، والمقطع له ردود أفعال كبيرة. كل الإخوة هنا طبعا أكلمكم الآن من أكادير، هذاك كان في كذا، جيت أكادير عاد أكادير والدشيرة هذه وأهل سوس العالمة. أهل سوس من أطيب خلق الله، من أطيب خلق الله داخل المغرب هم أهل سوس هذا. يا الله يا الله ما أرقاهم وما أكبر قلوبهم حقيقة والله. حتى عندما يحتضنوك لاحظتها حرارة اللقاء، حرارة العناق عندهم. لما يحضنوني أستاذ سعد مرحبا، يحضنك يا أخي بقلبه ما مش شكلا. جيت يا جماعة لقيت هذه أكادير، الله على أكادير. يعني ما طلع العيد في أكادير، وأنا أشكر كل الإخوة كثير قالوا لي ضروري أكادير، ضروري تروح الدشيرة وبوجلود، ضروري تمشي هناك. والحمد لله أنه فعلا جينا في الوقت المناسب. الفعاليات ما زالت كل ليلة، وحتى دخل فينا الجانب الرسمي وأرادوا أنه يعملوا لي استثناء أنه أدخل للمنصة، ويعني تساعدوا معي. الناس كلهم من المتابعين، كلهم من المتابعين من يعني مسؤولين في الدولة هنا، وقالوا لي أي خدمات أي أوامر نعمل لك تصريحات. قلت لا خلوني أزاحم مع الناس، خلوني أكمل الرحلة هذه كما هي دون رسميات دون معارف دون أي حاجة أو دون أي امتيازات على الآخرين. خلوني مع الناس أزاحم، وصلت ما وصلت أعيش اللحظة مثل أي واحد نعيشها معهم. ما نريد أي مع كل الشكر والله العظيم، كل الشكر للإخوة في أكادير المسؤولين والمسؤولين حتى عن تنظيم الحفلات وحتى في الدرك في هذول الأمن العام. الله أخوة اللي يتواجدوا في الجولات وفي مداخل المدن، هذول اللي لابسين عسكري. طبعا أنا ما أعرف تقسيماتهم سامحوني، أقرأ الأمن الوطني، القوات المساعدة، الدرك الملكي، حاجة كذا سامحوني ما نش حافظ الأسماء، لكن كلهم في منتهى الطيبة. أمس واحد مسكنا في الدشيرة، نزل من سيارته مكتوب فيها الأمن الوطني، نزل سلم علينا مرحبا أهلا وسهلا، عمل معنا صورة للذكرى عنده، وقعدت سألته سؤال والله العظيم، سألته قلت يا أخي جيت والله جابك. قعدنا نتكلم تقريبا ساعة، وأنا لما رجلي
آلمتني. قلت له يا أخي عندي ملاحظة، أنا لاحظت ملاحظة وأنت رجل أمن ولا حد لن يرد علي برد كافي وافي مثلك. قال ما هي؟ قلت يا أخي لاحظت أنا أنه عندكم احتفالات ومجاميع غفيرة وشباب طايشين ودراجات وسيارات وهرج ومرج وحيوية وحركة، بس ما في رجال أمن يا أخي. قلت أنا ما شفت رجال أمن. ما فيش عندكم جريمة أنتم؟ ما فيش عندكم مخالفات؟ ما فيش عندكم حوادث تحدث؟ قال يا أخي والله الأمور بتصير كذا، الناس فرحانين بالعيد ونحن فرحانين معهم، على أيش الأمن؟ قلت يا أخي أنا أعرف، أنا مثلا في بريطانيا إذا في فعالية فيها ربع هؤلاء تلقاها كتيبة من الجيش من الشرطة البريطانية تجي وتنظم، وهانك وسيارة هانك وسيارة في الطرف ومولعين هذا والأمن وهذولا واللاسلكي وحالات وهجات وانتو أنا ما شايف، يعني أنا شايفك أنت جالس على السيارة بيتفرج ضابط بيتفرج مع الناس مثل الناس، يعني منتظر في سيارته لعل أنه يحدث شيء أو شيء، بس ما تلاحظ أي رجال أمن. قال يا أخي شوف خصوصا نصوص هذه، قال الناس مسالمة، الناس مسالمة، قال كل واحد من هؤلاء رجل أمن. قال ولدينا رجال أمن، يعني هو قال لي بالمفتوح، قال لدينا رجال أمن قليلين ليسوا لابسين زي عسكري، موجودين في أوساط الناس إذا حصل أي شيء يعني أو أي طارئ، لكن في العموم ما المواطن المغربي نفسه والسوسي تحديدا هنا في أكادير هو يمنعك أنك ترتكب الخطأ. يعني ضرب لي مثال، قال مثلا واحد يتحرش ببنت لا يحتاج الشرطة، أقرب مغربي من المحيطين يضربه ويهينه ويوقفه عند حده، يعني الناس كلهم شرطة. قمة الرقي، قمة الانضباط. مجاميع هذيك الليلة أنا أعتقد كنت أقول يعلم الله كم بيسقطوا ناس وكم بيموتوا ناس وكم تحصل عركات من فوضى وصياح وكذا. والله يا جماعة ما لاحظت لا رجال أمن ولا رجال شرطة، مش همج. الإنسان المغربي ليس همجيا، متحضرا بطبعه، منضبط بطبعه، هو نفسه عندما يرى الخطأ ما ينتظر رجل الأمن يقول لك يا أخوي عيب يا خشومة، ما تقدر تصلح، ما تقدر تعمل حاجة، لأن كل مغربي هنا رجل أمن في هذا الجانب. والله لاحظتها وقعدت مع هذا الأخ الكريم وقعد يكلمني بتفاصيل كبيرة جدا. كثير من الإخوة من أصحاب اللي يعمل عندهم رتب لقيناهم لبسهم المدني سلموا علينا، بعضهم عاتب. أخ كريم أيضا التقيته في الكورنيش عاتبني عتاب شديد، أخذني على جنب على بعض الأمور التي يعني ربما تؤخذ عليها أو بعض المفردات التي أنا أستخدمها. أكادير أنا كما قلت لكم لا توصف. أنتم رأيتم اللايف الذي عملنا أمس من مارينا بكل عفوية، التقينا مع الناس كبار صغار نساء رجال إخوة أخوات ما شاء الله من أكادير من الصحراء من كل مكان تقريبا. معظم المغاربة الآن تجدهم كلهم هنا موجودين في أكادير، لأنه العيد في أكادير توب. ما أنا أقول لكم من أراد يعيش أجواء نادرة، أجواء ساحرة، أجواء عيدية، ينسى الهم ينسى الغم ينسى كل حاجة، يأخذ مرته وعياله ويشحن السيارة بترول وأكادير. من ثاني أيام العيد شوفوا سيارة أبو مهدي حتى هو جاري يا أخي تمام. البقوس بيدخن لا هو سائل. يلا أنا نكمل اللايف ونطلع، يلا نكمل اللايف ونطلع. أيوة إيش كنت أقول لكم؟ إيش كنت أقول يا أبو مهدي غلطني؟ أيوة شحنوا السيارات وأكادير، ما لن تندموا أبدا، لن تندموا. أنا بالنسبة لي الآن الله يكون في عوني من الآن إلى عيد الأضحى القادم، كيف أصلح وين أروح وكيف أجي تولفت العيد، أنا تولفت هذا البلاد، تولفنا المغرب. كيف الحل يا مغاربة؟ أنتم كيف ناويين تصلحونا يا جماعة؟ حمقتونا جننتونا سحرتونا، الله يسامحكم يا أخي. هذا كوكب المغرب يا جماعة، ما أدري كيف الواحد يتعامل مع عالم من الاستثناءات. يعني ترى في هذا الكوكب كوكب المغرب حاجات لن تراها في أي شعب، حاجات لن تراها في أي تميز استثناء. العيد غير العيد والقلوب غير القلوب والوجوه غير الوجوه والعادات
بقول لك يعني حاجات مختلفة تماما، مختلفة. إذا أردت أن ترى شيء استثنائي إذا أردت، أنا أكلم غير المغاربة، حتى المغاربة الذين من الأطراف والذي أنا، اعملوا زيارات داخلية يا أخي، روحوا أكادير في العيد، روحوا أكادير في العيد، ما لكم أنتم كي تعيش حياة غير عادية، تعيش حياة استثنائية، جو استثنائي، عادات استثنائية، مزاج استثنائي. كيف قال؟